مين؟ ايه يابا عامله ايه؟ الحمد لله. قلب مالك يا بنتي في ايه؟ تعبانة شوية. تعبانه ايه؟ حاسه بتكشفي يعني؟ دايخة. لا. طب تعالي بس يابا ارتاحي. ارتاحي مالكيش دعوه بحاجه، خش. خلاص يابا نام انت وارتاحي مالكيش دعوه بحاجه. انا هعمل كل حاجه بس اهم حاجه ربنا بس يبعد عنا اخويا ابو يوسف. ايه يا بنتي؟ ايوه. السلم ماله كده وسخ وشك جمالها كده متبهدله فيه ايه؟ مش واقفه ليه ومروجه ليه؟ ما مرات اخوك تحت يا اخوي شديده زي القطر. هما قالوا يا صغار ولا قالوا يا كبار؟ ما تخدمني. اقف على السلم ونادي عليها مرزوعه نايمه تحت طول النهار، نادي عليها تطلع تكنس السلم وتيجي تكنس لي الشج. هي وراها ايه؟ مرات اخويا؟ اه. سهل، امال ايه؟ ما كانش هي تكنس مين اللي هيكنس؟ انا دي هتكنس، وان كان جوزها كمان معاها تحت انا دي هو كمان. جو من ده. الله انا ديها. سهام يا بنت يا سهام، بنت يا سهام، يا سهام. ايه يا اخويا؟ اخويا ايه خبر؟ مش بنادي يا ابني بقالي ساعه؟ مراتك فين؟ ما انا برد ادخل بس جوه كده، ادخل. مراتك فين؟ ما انا برد عليك يا اخويا، انت ندهت لسه سامع والله جيت عليك. سايب السلم متبهدل والدنيا متبهدله ليه كده؟ بنت يا سهام تعبانه يا اخويا. تعبانة؟ جيت من الشغل لقيتها تعبانه بتموت، قلت لها ريحي. تموت يا عم. نعم يا عم علي. ديك عمل دايما بنت سايبه المدخل بايظ والدنيا بايظه ليه كده؟ انت جايه تنامي هنا؟ انت بتبص له ليه كده؟ انا كلمتي تمشي عليه قبلك، تحب اخليه يكنس قدامك؟ انت جايه هنا خدامه، كلمه كلمتي، وقت ما اقول لك على حاجه تنفذيها، ولا مرات انا اللي اقدم منك تنزل وتكنس السلم وانت قاعده هنا؟ تعبانه يا ابله تروحي تنامي عند ابوكي. تمام؟ خلص يلا وروق الدنيا، وانت تعالى بيه عايزك. حاضر يا اخويا جاي. يلا. حاضر جاي وراكم. طلع وراك. مساحه فين؟ اعذريني. ده اخويا الكبير. تنقطع عيني يوم ما ايدي يوم ما متضايق عليه. وتتخرم عيني يوم ما ابص له. اعذريني انا غالي عندك. اعذريني عشان خاطري. عذرك يا اخويا والله. اطلع شوف اخوك عايز ايه. ما تشيلش هم وانا هطلع على السلم. اطلع يا بيه. ايه شتمتها؟ مسحت بكرامتهم الارض. عليك نور. انا عايزاك كل يوم اتدنك تنزل فيهم الله. كل يوم كده. طبعا كلمه كلمتي هنا بس عشان اخويا طالع. ماشي. اطلع يا بيه تعال. ايه يا بيه في ايه؟ مراتك مالها كده نايمه ده كله ليه؟ تعبانه يا اخويا، جيت من الشغل لقيتها تعبانه بتموت، اعمل ايه؟ تعبانه تروح تنام عند ابوها يابا هناك. خلاص بقى. الله ما انا عارفه ان هي تعبانه. لا. كنت هنزل اكنس بدال. احنا مش عايزين مشاكل واحنا ما بنحبش المشاكل. بقول لك ايه دي حماده، انا عامله باميه اجيب لك طبق ولا بتجرف مني؟ يعني انا انت ياما اكلت من ايديا بس يمكن دلوقتي بتجرف من اكل. يعني انا على اخر الزمن هجرف منك؟ انت هبله. انت ايه يا اخويا؟ ايه؟ هبله؟ انت يالا تقول لي انا هبله؟ يالا ده انت اللهبه اللي عيلتك كلها هبله. يالا انت ازاي تغلط فيا؟ ما انا لو معايا راجل ما كانش واحد زيك غلط فيا وهو قاعد. ده حصل لك حاجه في عقلك ولا امال ايه؟ انت ايه اللي بتقوله لها ده؟ دي بنت ناس يا ابني، دي بنت اصول يا ابني. انا جايبها هنا ولا ايه؟ يا زي مراتك ولا ايه؟ كل الناس اللي يتهانوا. ده حصل لك حاجه في عقلك؟ انت صح وانت صح. مراتك ما تتهانش، انما مراتي اجيبها انا تتهان عادي. يا راجل ده انت بقيت كل ما تلاقي نفسك مخنوق تنزل تفش غلك فيا انا وهي، مش عارف ليه. ده كله عشان بعتبرك، يعني ما بقولش عليك اخويا الكبير، انا بقول انك ابويا. ايوه بقول ان انت سندي من بعد ابويا، يعني ينفع تنزل تقل مني من قدام مراتي؟ يا عم حتى لو اخوك ما عندوش كرامه اعمل لي انت كرامه يا اخي قدام مراتي. يا اخي ما ينفعش. خلي بالك ما ينفعش. على قد ما انا فرحان ان انتوا كلكم معايا، على قد ما انا بقيت زعلان، بقيت بغير منكم بامان. في ناس بقت تبعت لي مشكله وبعد ما اقراها واجي اكلمهم يقولوا لي بس احنا مش عايزين رايك انت، عايزين راي المتابعين. دي حاجه حلوه، هي تزعلني بس حاجه حلوه. بص يا اخويا، اخوك الصغير بعت لك رساله معايا بقول لك بالله عليك انا تتقطع ايدي يوم ما ارفعها عليك، يتقطع لساني يوم اقول لك لفظ يزعلك، بس انت ليه بتقل مني؟ اخوك ببوس ايدك بقول لك اعمل لي كرامه بينه قدام مراتي. يا عم اضربني بينه وبينك. هو انت ليه يا اسطى غاوي تشتمه؟ ما بتشتموش غير قدام عياله ومراته. ليه يا اسطى؟
وليه يا اسطى؟ عشان مراته بنت ناس ذليلها يا اسطى. تبقى مراتك يا اسطى قاعده ما فيهاش اي حاجه وفجاه واحد انا مراتي بتموت، اطلعي اعملي واغسلي ونشوف. ليه؟ ليه؟ انت ما تعرفش حاجه يا اسطى. اخوك تحت بيبقى مذلول، بيبقى كرامته في الارض، انت تقبلها؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تعرف البلد ايه؟ انك راجل وكلمتك ماشيه على اخوك؟ يا عمي بيقول لك هيمشي في الشارع كل ما يلاقي عيل صغير هيبوس رجلك قدامه، بس بلاش مراته، ما تدخلهاش في الموضوع. دي برضه بنت ناس، انت ما بتستحملش كلمه على مراتك. مراتك انت بنت ناس وهي مراته وابوها لاقيها قدام باب جامع. بالله عليك، المفروض الاخ الكبير حتى لو اخوه هايف يجمله قدام مراته ما يقلش منه. مش كل ما تيجي تكلم اخوك تقول له ولا انا مكان ابوك هطردك من البيت. خلي بالك هو ليه زي ما انت ليك. وزي ما قلنا برضه مفيش حاجه اسمها قديم وجديد غير في الجبنه، في جبنه قديمه وجبنه جديده، انما سلفه قديمه وسلفه جديده ايه ما اعرفش. دي اخترعوها امتى انا ما اعرفش. انت سلفه زيك زيها، انتوا قاعدين في البيت زي ما هي لها انت ليكي. وبالعكس يمكن لو دورنا نلاقي جوزها هو ليه اكتر من جوزك. ما يمكن جوزك قاعد في بيت العيله ومبلط ومش في دماغه، واخواته الصغيرين اللي بيعملوا. في مشكله. صاحب الرساله بيقول لكم، هو مش عايز رايي انا، قال لي رايك انت ما يلزمنيش، عايز راي الناس. بيقول لكم اخوه غاوي يذل فيه قدام مراته، فيسكت عشان يرضى اخوه ويبقى قليل في عينين مراته، ولا يمسك اخوه يضربه ويبقى راجل في نظر مراته ويعمل ايه؟ كلمه مره واثنين وثلاثه وجاب له ناس من بره يكلموه. اخوه الكبير مش مقتنع، لازم يقل منه قدام مراته وعياله. يعمل ايه؟ يسيب البيت ويطفش؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.